مرحبا، أنا روبي فتوني ميك اب ارتست، واليوم رح فرجيكم كيف نعمل ميك اب. نحول الميك اب من ميك اب ناتشرال لميك اب اقوى. اذا مثلا كنا بالشغل وفجأة عرفنا انه عنا سهرة، عنا مناسبة وما عنا وقت انه نروح على البيت ونغير الميك اب تبعنا، كيف بنحول الميك اب تبعنا من ناتشرال ميك اب، يعني ميك اب تبع النهار وتبع الشغل، لميك اب لبالليل. بنبلش نغمق الاي شادو. بنبلش من البيس تبع العين وبنطلع لفوق. اذا بدنا الاي شادو يبين بطريقه قويه، انه نستعمل شويه مي على الفرشايه وننشفها ونرجع نحط الفرشايه على الاي شادو ونحطها على العين. نرجع بنعمل نفس الشيء للعين الثانيه. بنبلش من البيس تبع العين، بيس تبع الرموش، وبنطلع لفوق بالاي شادو الغامق. في يكون بني، في يكون اي شيء. انا اليوم اخترت اللون البني، بس هو ممكن يكون بني، ممكن يكون اي لون غامق بدنا نحطه على طرف العين. نرجع ببلندنج براش بنجيب لون بني بس افتح من اللون اللي استعملناه لحتى ندرج الاي شادو اللي على العين. نرجع كمان من اول اي شادو من تحت العين. دايما الاي شادو من تحت العين بخلي العين تبين اكبر. بناخد لون بني افتح لندمج الاي شادو اللي تحت العين. بنبلش من اول العين لانه نحن بدنا نحط على اول العين لون فاتح، وبنروح لاخر العين بندمج الاي شادو اللي تحت العين لحتى ما يبين انه خط، لانه الخطوط غلط بالميك اب. كل ما كان الميك اب مدموج كل ما كان احلى. بنرجع بنجيب لون فاتح، بيج فاتح، بنحطه على زاوية العين من اولها. هذا بيعطينا لمعة للعين وببين العين احلى. فينا اذا بدنا نحط كحلة جوا العين، وفينا نترك العين بلا كحلة، بس اذا بدنا المكياج يكون اقوى ويبين سترونج اكثر ودراماتيك اكثر، الكحل بخلي العين تبين اقوى، ففينا نحط شوية كحل اسود جوا العين. نرجع بنزيد الماسكارا، بس لبالليل بدنا نزيد الماسكارا اكثر، بدها تكون الماسكارا اقوى. نرجع كمان بنغمق شوي الحواجب، لانه الحواجب بالنهار بكونوا فاتحين، بنكون بس انه معبين الفراغات. ما بدنا نغمقهم كثير لانه كثير غلط تغميق الحواجب كثير، بس بنغمقهم شوي ليبين انه هيدا المكياج غير مكياج النهار، هيدا مكياج لليل، والحواجب لازم شوي تكون اغمق بالليل بمكياج الليل. فينا نستعمل اي شادو، فينا نستعمل جل، فينا نستعمل قلم. انا حاستعمل اي شادو هلا للحواجب. بلش من البيس من تحت وبطلع لفوق. هلا بنعمل الليبستيك لبالليل. بنحط الليب لاينر وبنرجع بنحط الليبستيك. بنرسم الشفاف. طبعا دايما بنرسم الشفاف او بنحط الليب لاينر على حدود الشفاف، ما بنحطهم برا حدود الشفاف، لانه اذا حطيناهم برا حدود الشفاف حيصير في فراغ بين الليب لاينر وبين الشفاف، وحتى لو غطينا هذا الفراغ باللون بضل مبين انه في شيء منه ناتشورال. بنجرب دايما انه الليبستيك لما نحطها مع الليب لاينر تكون قريبه للون الليب لاينر، حتى ما يكون في فرق بين الليب لاينر وبين الليبستيك. بنحط الليبستيك على كل الشفاف فوق الليب لاينر. هلا اجا وقت البلاش.
بالليل اكيد بده يكون اقوى من البلاش بالنهار، بس طبعا ما بده يكون كتير قوي، ما بده يبين انه في دويرتين على الخدود، بده يبين كمان ناتشرال بس بده يكون اقوى. رح اختار اللون يكون على بين البينك والكوبر شوي صغيره، ما يبين انه كتير بينك اللون، ان بتوين اللونين هولي. مثل العاده بنحط لها على التشيك بونز بشكل دائري على عظمة الوجه، وهيك بنكون حولنا ميك اب النهار لميك اب الليل بخطوات بسيطة وبوقت كتير قصير.